نفتتح اليوم المعرض الطرز المغربي يلاقي الطرز العالمي، وهو مناسبة لعرض المنتوجات للنساء من المغرب ومن العالم حول منتوجات الطرز ولتثمين مهارة المعلمة أو الطرازة من أجل التمكين الاقتصادي للنساء. Je suis très heureuse que 25 ambassades participent à cet événement, qui sont représentées. Et puis, mais c'est surtout aujourd'hui une célébration de la femme, de son rôle dans la société, de son automatisation économique. Alors, une initiative merveilleuse de Madame la ministre de la Solidarité. Le corps diplomatique est très reconnaissant et en admiration de cette initiative. فهنا تنشوفوا عرض كبير ديال عدد من السفارات، اكثر من 25 سفاره حاضره معنا. ان هذا المعرض كتنظم وزاره التضامن الائتماني الاجتماعي والاسره مع عدد من السفارات المعتمده في بلادنا. طبعا كنقدموا فيه معروض منتوجات من السفارات من هذه الدول اللي مشاركه، وايضا من التعاون الوطني، وكاله التنميه الاجتماعيه، دار المعلمه، عدد من الشركاء في الفضاء ديال لا سي دي جي. فالهدف كما قلت هو باش نبينوا بان بالاضافه للجانب الثقافي والموروث الثقافي والحضاري اللي كيمثلوا الطرز، فالطرز هو ايضا آلية للتمكين الاقتصادي للنساء. والهدف من هذا المعرض هو تثمين المهاره ديال المعلمه باش نواكبوها، باش ممكن ان كما كانت منذ القديم الزمن ان الطرز كيمثل واحد الآلية ديال مدخول اضافي بالنسبه للاسره، فنحاولوا من جديد نجددوا هذه المقاربه ليكون ويمتد الطرز كآلية للتمكين الاقتصادي للنساء. وشكرا لكم.